من يلاحظ هذه الصفات فليعلم أن الشخص الواقف أمامك مطبل جاء من السويد. أولاً، يتحدث بصوت عالي في أغلب المواقف لأنه خارج السويد. ثانياً، يمسك بهاتفه بل هواتفه على مدار الوقت، وهو يتصفح التيك توك والفيسبوك وينظر إليهم بشكل مثير للاستغراب. ثالثاً، يتصنع الرقي في الجلسات ويدعي دائما بأنه يفهم بكل شيء حتى لو لم يكن يعلم شيئا عن الموضوع الذي تتحدث فيه. رابعا، يحسب كل شيء مال ويقارن كل شيء بالكرون السويدي. خامسا، يسعى دائما لخلط كلمة سويدية بكلمة عربية حتى يشعر المقابل له بأنه قد نسي اللغة العربية وأنه سويدي أبا عن جد. سادسا، يحاول دائما التقليل من شأن العرب ويتحدث عن المسلمين كأنه جاء من المريخ ولم تكن أمه عربية. سابعا، بخيل بشكل لا يوصف وكريم عندما يرى امرأة جميلة يريد أن يلتقي بها. ثامنا، ستسمع منه كلمة نحن السويديين في كل جملة اعتراضية، وربما لم يكمل هذا الشخص 5 سنوات موجود في السويد.